الرحيم. ازيكم يا باشمهندسين؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. من كورس فورت جيت فاير وول. النهارده ان شاء الله هنشرح محاضرة الريديستريبيوت. وهو ايه الريديستريبيوت ده؟ هو الريديستريبيوت ده باختصار تكنيك معمول علشان يسهل على الادمنستريتور اللي هو يذيع النتورك بتاعتنا، يذيع النتورك مثلا سواء كان بالبي جي بي، يذيع النتورك سواء بالاس بي اف، يذيعها بالريب. هو بس معمول اللي هو يسهل لك الدنيا. طب ايه ازاي يسهل لك الدنيا؟ طيب خلينا نبص كده بص على التكنولوجي بتاعنا اللي احنا عاملينها دلوقتي. ده التكنولوجي بتاعتنا اللي احنا عاملينها وهنشرح عليها ان شاء الله الريديستريبيوت. انا عندي الفورت جيت فاير وول هنا، كريتنا عليه 12 لوب باك، 12 شبكه. شايفها الفورت جيت هنا بالدايركت كونكتد بحرف السي. وهنا الفورت جيت فاير وول قايم بي جي بي، يعني مقوم بي جي بي مع ار واحد وار اتنين. النيبرز بتوعه دوت واحد ودوت اتنين. والنيبرز وار واحد مقوم بي جي بي مع ار اتنين. طيب عشان نفيريفاي الكلام ده ونبص ونخش نشوف. طيب هندخل على ار واحد ونكتب شو اي بي بي جي بي سمري. شو اي بي بي جي بي سمري. هنلاقيه بيقول لي انت عندك نيبر هو دوت اتنين وده الار اتنين، وعندك نيبر هو دوت مية وده الفورت جيت فايرول قايمين بقالهم نص ساعة. طيب هدخل على ار اتنين نفس القصة، هكتب شو اي بي بي جي بي سمري. قال لي انت معاك نيبر دوت واحد اللي هو ار واحد، ومعاك نيبر دوت مية. الاتنين دول قايمين بقالهم برضه نص ساعة. وعلى الفورت جيت فايرول برضه عشان نتأكد ونشوف معانا برضه. لو كتبنا جيت راوتر انفو بي جي بي سمري بايب كريب. كريب دي يعني زي انكلود في السيسكو، في راوترات سيسكو وسويتشات سيسكو هي انكلود يعني، بس على فورت جيت فاقول اسمها كريب. طيب وعملنا 192 بيقول لي انت مقوم في نيبر شيب مع دوت واحد اللي هو ار واحد، وفي نيبر شيب مع دوت اتنين اللي هو ار اتنين، وقايمين برضه بقالهم نص ساعة زي الفل. كده البي جي بي قايم. طب البي جي بي قايم ازاي؟ دي نفس محاضرة اللي فاتت اللي احنا شرحناها. الكونفيجريشن اللي على الار واحد هتبقى هي دي، وكونفيجريشن ار اتنين هتبقى هي دي. لو مش عارف ازاي ارجع للمحاضرة اللي فاتت، كنت شارح البي جي بي ومقومينه بالظبط على التوبولوجي دي. طيب وعلى الفورت جيت فايرول كان الكونفيجريشن بتاعتها انا بقول له انت في اوتونوموس سيستم واحد، وبقول له النيبرز بتوعك دوت اتنين ودوت واحد هو ار اتنين وار واحد. ودي النتورك اللي انا بقول له زي حالي. طيب حلو قوي الكلام ده. انا لحد دلوقتي ما اعرفش برضه ريديستريبيوت بيعمل ايه. طيب خلينا ندخل ونشوف على الفورت جيت فايرول. ندخل على النتورك وبعد كده ندخل على البي جي بي. البي جي بي دلوقتي انا بقول له انت في اوتونوموس سيستم واحد، والاي بي بتاعك 192 168 2 1 هو ار واحد ده النيبر بتاعك، ودوت اتنين ده النيبر بتاعك. طيب زي الفل. هنا كنا المفروض ندخل نكتب الشبكات اللي انا عايز ازحها لار واحد وار اتنين بالبي جي بي. انا عايز ازيع دلوقتي الشبكه اللي هي 4 وحيد سلاش 8. فادوس ابلاي. طيب هدخل هنا على السكيور سي ار تي واشوف الار اتنين دلوقتي شافوا الشبكه الوحيد دي ولا لا. كتبت شو اي بي راوت بايب انكلود بي. دلوقتي الار واحد شايف الشبكة اللي هي الوحيد دي من راوتر من فورت جيت فايرول، وشايف شبكة العشرات دي من ار اتنين. وده منطقي لان لو تبص كده على التوبولوجي، الار اتنين شايفة عندها الاربع عشرات زيها الار واحد لان ده النيبر بتاعها زي على الاربع عشرات. الفورت جيت فايرول انا قايل له دلوقتي زي لي الاربع وحيد فزعها على الار واحد. لو دخلنا الار اتنين شفنا هو شايف شبكات ايه بالبي جي بي، هتلاقيه شايف الاربع تمانيات والاربع تسعات والشبكة الوحيد اللي فورت جيت زحها دلوقتي. تعالى برضو نتأكد ونشوف. لو قلنا شو اي بي راوت بايب انكلود بي، فعلا شايف الشبكة الوحيد من دوت مية اللي هو فورت جيت فارول، شايف التمانيات والتسعات من ار واحد. طيب حلو. انا دلوقتي في التوبولوجي بتاعتنا اللي احنا شايفينها دلوقتي معاكم، انا عندي 12 شبكه موجودين كونكتد. وفي الحقيقه مثلا في بيئه العمل ما بيبقاش 12 شبكه، انا شايفهم مثلا جايين كونكتد. بيبقى مثلا انا كفورت جيت فور شايف راوتس كتير جدا 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 عندي فوق ال 100 سطر، وانا عايز اسحب البي جي بي. طيب هل انا هدخل هنا بقى عشان ازاحها اكتب ال 100 سطر كلهم؟ اكتب ال 100 راوت كلهم هنا عشان ازاحها كتير جدا. فالدنيا قال لك عايزين نخترع حاجه تبقى اسهل لنا، ان احنا ما نكتبش السطور دي كلها وان احنا نزحها بالبي جي بي. فقال لك هنا تيجي الريديستريبيوت. الريديستريبيوت ده ايه؟ هو
انت على فورت جيت فايرول بتبص عندك على الراوتنج تيبل بتاعك. انا عندي 18 راوتنج تيبل، 18 سوري 18 روتس موجوده عندي، 18 شبكه انا شايفها عندي. فانا لما اقول له مثلا الفورت جيت فايرول اعمل لي ريديستريبيوت للكونكتد، معناها ان انا بقول له انت يا فورت جيت فايرول اي شبكه شايفها عندك بحرف الكونكتد، يعني حرف السي ده، زحها لي بالبي جي بي. مش لازم انا اقول لك نتورك مثلا اربعات وتزحها، مش لازم اقول لك نتورك خمسات وتزحها، نتورك ستات وتزحها، لا، انت اي حاجه شايفها عندك كونكتد زحها لي بالبي جي بي. طيب تعمل ازاي؟ هاجي هنا على النتورك وادخل بي جي بي، وهشيل السطر ده عشان اثبت لكم ان كلامي صح، واجي هنا في ادفانسد اوبشن، وهاجي على ريديستريبيوت واقول له كونكتد. معنى كده ايه؟ دوس ابلاي. معنى كده بقول للفورت جيت فايرول يا فورت جيت فايرول اي شبكه انت شايفها عندك بالكونكتد زحها لي بالبي جي بي، زحها لي بالبي جي بي الار 1 وار 2. طيب انا كده استفدت ايه؟ استفدت حاجتين اتنين. اول حاجه خالص استفدتها ان انا مش هكتب لو انا عندي مثلا آلاف من الروتس موجودة مثلا جايلي ببروتوكول معين زي الاوس بي اف، زي الريب، زي الاي اس اي اس. مش شرط ان هم يكونوا كونكتد، يعني ممكن يكون الشبكات الروتس اللي عندي دي شايفها في الراوتنج تيبل بحرف الار مثلا جايلي بالريب وعايز اسحب البي جي بي، فمش هدخل اكتب كل ال1000 روت دول هنا كتير جدا. فانا اقول له لا، اعمل لي ريديستريبيوت للريب، اي حاجه انت فورت جيت شايفها عندك في الراوتنج تيبل بتاعك بالريب زي حالي بالبي جي بي الار 1 ار 2، فبتسهل عليك انك بدل ما تكتب الروتس هنا. دي اول حاجه. تاني حاجه افتراضا مثلا بكره الصبح في شبكه جديده اتضافت على الفورت جيت فايرول بتاعنا. يعني دلوقتي الفورت جيت فايرول بتاعنا شاف شبكه جديده عنده، جه هنا على الفورت جيت فايرول مثلا وظهر الصبح ضفنا شبكه جديده، شبكه مثلا الاستشارات، او مثلا شبكه الميات مثلا، الصبح كده موجوده وظهرت على الفورت جيت فايرول الشبكه دي، ضفناها يعني. فقبل ما نعمل الريديستريبيوت كنا لازم ندخل على على البي جي بي ونقول له نتورك ال 400 دول زي حالي. لكن بمجرد ما انت عملت ريديستريبيوت للكونكتد ودي شبكه مثلا بقت كونكتد مثلا ضفناها على الفورت جيت فايرول، كده كده انت قايل الفورت جيت فايرول اي شبكه كونكتد انت شايفها في الراوتنج تيبل بتاعك زي حل ار 1 ار 2، فهي تلقائي ال 400 دي هتتذاع للار 1 ار 2 بالبي جي بي، بدل مش تدخل تكتب نتورك ال 400 دي. وهنعملها دلوقتي يعني. بس خلينا نشوف احنا بعد ما عملنا الريديستريبيوت كونكتد المفروض لو دخلنا هنا بقى وقلنا شو اي بي راوت انكلود بي جي بي، هنلاقي شايف كل الشبكات بتاعت اللوبات اللي احنا كريتناها، شايفها كلها من خلال الفورت جيت فايرول، من غير ما انا اقول له اصلا هنا على الفورت جيت فايرول، من غير ما انا اقول له زي لي الشبكات دي. انا قلت له بس اي شبكه انت شايفها عندك كونكتد يا فورت جيت فايرول حولها لي وزعها لي بالبي جي بي. تمام. لو دخلنا على الار واحد شفنا برضو شو اي بي راوت زعها لي برضو، زعل لي الشبكات واحد واثنين والتلات والاربعات والخمسات والكلام ده كله. طيب لو انا مثلا دلوقتي الصبح يعني قال لك الكاستمر مثلا قال لك انا عايزك تزود لي تعمل لي شبكه جديده كونكتد، مثلا ضفنا شبكه جديده وهي مثلا الشبكه اللي هي مثلا ميات مثلا، ميات. تمام. فدي شبكه جديده اتضافت على الفورت جيت فايرول، والشبكه دي مثلا كونكتد. تمام. نوعها لوب باك اهو مثلا. هي في الحقيقه مبتبقاش لوب باك يعني، بس هي بتبقى كونكتد مثلا الشبكه الميات دي، واسمها ميات، انا هسميها كده. طيب زي الفل. ده الاسم بتاعها ماشي، ده الاسم بتاعها، وفتح على البيج. تمام. انا وهي كونكتد كده دلوقتي. انا في الاول قبل ما اعمل ريديستريبيوت كنت لازم اعمل ايه؟ كنت لازم ادخل على نتورك قبل ما اعمل بقى ريديستريبيوت بي جي بي، وهو عايز زي الشبكه دي بي جي بي، اروح كاتب هنا 400 سلاش 24، حطها لي زي حالي معاهم. لكن انا مجرد لما كنت عامل الديستريبيوت مش محتاج ان انا اكتب اصلا الكوماند ده، لان هو كده كده هيزعها لي، لان في الفورت جيت فايرول شايف هنا لو دخلت هنا داشبورد نتورك، شايف راوتنج من راوتنج يعني عشان تجيب الراوتنج تيبل، شايف اصلا شبكه الميات دي شايفها كونكتد. وانا قايل له انت يا فورت جيت فايرول اي شبكه انت تشوفها كونكتد زي حالي بالبي جي بي، اعملها لي ديستريبيوت بالبي جي بي اللي عندك لار 1 ار 2. فانا كتبت شو اي بي راوت انكلود بي، هتلاقي اصلا بيقول لك انا شايف شبكه الميات اهي، شايفها بحرف البي اللي هي البي جي بي، من غير ما انا دخلت قلت له زي حالي في النتورك في البي جي بي. فكده
الريديستريبيوت سهل عليا حاجتين اتنين، ان انا بدل ما اكتب الروتس كلها ان انا ازاحها في البي جي بي، وبدل ما انا لو في شبكه جديده ظهرت او اتحطت على الفورت جيت فايرول بتاع، بدل ما اخش اقول له زيها لي، هي تتزحق تلقائي لان عامل لها ريديستريبيوت. محاضرة النهارده كده خلصت، وان شاء الله تكونوا استفدتوا منها يعني. احنا كنا شرحنا الريديستريبيوت سريعا وعملنا عليه لاب، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من المحاضرة دي، والقاكم في محاضرات قادمة كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.